كوكو، السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاع تكونوا غاية وانتم تشوفوا في الفيديو نتاع نهار اليوم جيت نشارك معكم وصفة دجاج محمر غير في الكيك. قطع هاد الوصفة لو كان تجربوها غادي تولي لكم ادمان تنمو تجيكم بزاف بنينه، والدجاج تاعكم يطيب لكم غاية ويجي يدوب في الفم كيما راكم تشوفوا. ديروا لنا لايك للفيديو، اللي ما راهيش دايره ابوني ديري ابوني، فعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. نروحوا للوصفة وطريقة التحضير نتاعها. اول حاجه هنا التتبيله تاعي درتها مباشره في الكيكوطه، ديروها مباشره في الكيكوطه. ديروا مغرف كبيره زبده، نزيدوا عليها 5 مغارف كبار نتاع الزيت، نص مغرف صغيره نتاع طوماطيس هذيك تاع القابصه، نزيدوا عليهم لي زيبيس، نص مغرف صغيره نتاع احرور، نص مغرف صغيره بابريكا، نص مغرف صغيره توابل الدجاج، نديروا الملح ونديروا ربع مغرف صغيره نتاع الكمون، نزيدوا عليهم 5 فصوص يكونوا شويه كبار نتاع الثوم اللي يكونوا مسكرفجينهم كيما هكا، ودربا كنزيدوا عليهم شويه تاع المعدنوس اللي كنا قطعناها رقيقه كيما هكا، ونخلطهم في رحبة غاية كيما هكا حتى تولي عندي هذيك التتبيله. شوفوا انا مباشره درتها في الكيكوطه خاطر الدجاج تاعي طيبته ديريكت، ما خليته لا تشرب لا في التتبيله لا والو، وقع هكا وتجيكم الوصفه بنينه. توجور نديرها كيما هكا، كاين اللي تقولك لا خليها ساعه زوج باش تجيك بنينه، ما كان حتى ديفيرونس. ميم كي طيبيها ديريكت كيما هكا وتجيك بزاف بنينه، سيها وردي لي بالخبر. ثم ديري ديريكتومون كيما هكا في الكيكوطه كيما درت انا، بلا ما تكثري على روحك الماعين وتعمري هذاك البوطاجي بالماعين بلا فايده. دروك نروحو نجيبو الدجاج، انا كان عندي هاد الدجاج درت طراف من الكويس، نتوما ديروا شا تبغوا ولا شي يكون متوفر عندكم. ودروك نديرو نجيبو سباتول ونخلطو هذاك الدجاج مع هذيك التتبيله، ونحاولوا ندخلوهم مع بعض حتى هذاك الدجاج يتخلط لي غايه مع هذيك التتبيله كيما هكا. ودروك مور ما خلطنا الدجاج تاعنا غايه في هذيك التتبيله، نروح نحطو الكيكوطه تاعنا فوق النار. وهنا سر البنه كامل راهي هنا، الدجاج تاعكم خاصكم تقلوه غايه وتعطوه وقته في تحميص ساعه. ديجا الماكله الحاجه الاولى باش تجيكم الماكله تاعكم بنينه خاصكم تقلوها غايه، هذا هو السر. انا قليت الدجاج كما راكم تشوفوا، نجمو تقلوه حتى يديكم هذاك اللون الذهبي. ونروحو نجيبو حبه متوسطه نتاع بصل نسكرفجوها كيما هكا، ونزيدو عليها نص حبه نتاع طوماطيس تكون متوسطه، ولا حبه صغيره نتاع طوماطيس نسكرفجوها تاني بنفس الطريقه، ونخلوهم يتقلاو غايه مع هذيك الزيت. نشوف بزاف نسا يقولوا زعما انا نطيبش ولا ماكلتي ما تجيش بنينه. شوفوا الماكله باش تجيكم بنينه خاصكم تقلوها غايه، هذا هو السر تاع الماكله البنينه. وميم تاني خاصكم ما تكثروش بزاف لي سيبيس، وما تخلطوش زعما خاصكم تعرفوا واش ديروا، وما تمرقوش الماكله تاعكم بزاف. هنا شوفوا بعد ما الدجاج تاعي ديجا تقلى غايه مع ديك البصله وطوماطيس وكاع، دروك نمرقو بكاس قل ربع نتاع الماء اللي يكون حامي كما نقولوا، نخلوهم يغلوا في رحبه. من تشوفوا بلي هذاك المرقه تاعكم غلات تبلعوا عليها الكيكوطه، تخلوه من 35 حتى 40 دقيقه، وديفوا اكثر وديفوا اقل يعني على حسب الدجاج تاعكم اس كبير ولا صغير. واللي عندها الكيكوطه تاعها خفيفه ولا شغل تخاف الدجاج تاعها ينحرق ولا تلصق لها، ولا سهله كل ربع ساعه اختي حلي الكيكوطه تاعك فيرفيها وعادي بلي عليها نورمال، تما هكا تكوني مطمنه وما تخافي ما والو. انا من وصلت 25 دقيقه 20 دقيقه عاودت حليت عليها فيريفيتات، لقيتها ديجا مازال كيما نقولوا مازال كيما نقولوا بالمرقه تاعها، عاودت غلقت عليها حتى طابت لي. وشوفوا لي الدجاج تاعي كي طاب بزاف شباب، وجاي يسخف وجا بزاف بنين. وكان جربي هاد الوصفه راهي رايحه تولي لك ادمان صراحه. شوفوا هذيك المرقه انا كنت قدمتها مع لي فخيت، نتيا تنجمي تقدميها مع من تبغي نتيا، واللي تبغي الدجاج تاعها محمر اكثر تيباري على المرقه وديره داخل كوشه حمار لها عفوا غايه، ومن بعد ترجعه مع هذيك المرقه. درت لها كيما هكا شويه تاع المعدنوس، والوصفه تاعنا راها واجده. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش تجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. وهذه هي لا غيسه تاع نهار اليوم.